سنة 1993 عاشت الكرة الأفريقية حدث زعل الكل. بما إن إحنا الأيام دي في بطولة أفريقيا، فتعال أحكي لك حكاية منتخب زامبيا اللي طيارته وقعت هو رايح يلعب التصفيات يوم 27 إبريل 1993. كل طالبه منك دلوقتي اعمل اشتراك ولايك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وصلنا في الكومنتات، ولو انت حضرت الأحداث دي اكتب في الكومنتات. كان في مباراة مهمة جدا في التصفيات قدام منتخب السنغال، ومنتخب زامبيا كان وقتها قوي جدا، وكان عندهم نجم كبير اسمه كالوشا. المهم ان هما المعسكر اتعد خلاص وركبوا الطيارة وهيطلعوا عشان خاطر يلعبوا ماتش السنغال يوم 27 ابريل 1993. وهنا المفاجأة الكبيرة اللي تحصل ان الطيارة المحركات بتاعتها تعطل وتقع، والطقم اللي عليها كله يموت بما فيهم اللعيبة كلهم إلا نجم الفريق كالوشا اللي كان راكب طيارة خاصة وما كانش راكب معاهم الطيارة دي. والحدث ده أثر جامد جدا جدا. يعني انت متخيل لما يبقى فريق بكامل قوته واعتاده وطيارة كاملة بالجهاز الفني بكل حاجة كلها تقع في قلب البحر ويموتوا كلهم. الموقف ده ما كانش بس بيزعل منتخب فريق زامبيا بس او بلد زامبيا او باهاليهم بس، لكن هو كان عامل فجعة لافريقيا تما. القارة كلها كانت زعلانة على الموقف اللي حصل ده، لاني متخيل ان فرقة كاملة جات لعبنا تقوم كلها تقع في قلب البحر. لما عملوا بقى تحريات طلع ان كان في عيب تقني في الطيارة. بعد ما نزلت الجامون تزود الطيارة وقود وطلعت بعدها بدقايق قامت وقع. بعد كده جاء منتخب زامبيا عمل تشكيل فريق من الصفر من اول وجديد، وكان معاهم بقى كالوشا ده. وبعد كده جابوا عليهم لعيبة تانية وعملوا فريق من اول وجديد تاني. وفي البطولة ديت اللي هي بتاعت 94 وصلوا النهائي وخسروا. وجه بعدها في 2012 خدوا البطولة وكان أول لقب ليهم وهدوه لروح الشهداء اللي ماتوا في الحادثة بتاعة 1993. مين كان حاضر بقى الموقف ده وقتها وكنت حاسس بإيه؟ لو انت كنت حاضر الأيام دي اكتب لنا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.